ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الروتيننا ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. نزلت النهارده يا بنات، جبت بطاطس. قلنا بقى زهقنا من اللحمه بقى والفراخ بقى في العيد وكده، نعمل ايه؟ نغير الاكل شويه. هنعمل النهارده بطاطس رز وشعريه وبيض. بدل ما اعمل كشري عملت رز وشعريه وبيض وبطاطس وبرنجان. أكلة شعبية وبسيطة وسهلة. تغيير بقى، العيال قالوا زهقنا بقى من اللحمة وزهقنا من الفراخ، فقلنا نغير بقى وكده. فنزلت جبت بطاطس، جبت قشرت البطاطس هحمرها على طول، يعني هعملها بطاطس شيبسي. بقشر البطاطس كده وهشطفها بعد ما اقشرها. بشطفها كم مرة لان البطاطس ديت عليها رمل، مرملة كده، بطاطس عليها رمل. فانا شطفتها وبقطعها صوابع كده، وبعد برضو ما بقطعها صوابع هاخدها شطفة برضو، لان البطاطس ديت انا عليها رمل كتيرة كده، بس حلوة في التحمير جدا. هعمل جنبها سلطة، والبيض هسلق بيض برضو، وهعمل برنجان. انا ما هنا ولادي ما بياكلوش الفلفل وكده، فما بعملش الفلفل الصراحه، بحطه بس على السلطه. هنا كنت حطيت الزيت اتقدح، هنزل بالبطاطس. انا كنت هسلقها الصراحه، اعملها مدوره كده واسلقها بميه وملح، وما تستوي هقشرها واحمرها، بس كنت عايزه اعمل الاكل بسرعه، فعملتها صوابع كده وحمرتها على طول. فهي دي كده بطاطس وكده بطاطس، ودي طعم ودي طعم، يعني الاتنين طعم واحد. فهنا جبت البيض، فبعد ما شفته كده لقيت عليه ريش وكده، فخدته شطفة على النار، شطفة قصدي في المية، وحط له نقطة ملح صغيرة عشان البيض ما يتكسرش معاكي على النار، ولو في خدش بسيط نحط له نقطة ملح، مش هيتكسر ولا المية هتخش فيه جوه ولا اي حاجة، هتفضل البيضة زي ما هي. هنا غسلت طماطم وخيار وفلفل وقرن شطيطة كده، وقلت اما اعمل سلطه كده اما البطاطس تتحمر، يعني ايه، شغاله البوتاجاز هنا وايدي شغاله هنا. هنا بشيل القمع بتاع الطماطم طبعا، وقطعت الطماطم ولقيت الخيارية كبيره، فاخدت نصها وقلت النص التاني بقى بعمله. الصراحه ابني كان جنبي خده مني الصراحه كله. هنا واحنا بنشتغل ما ننساش نستغفر ربنا كتير، الاستغفار بيزيل الهموم يا بنات. ونصلي على الرسول برضو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. طول ما احنا واقفين نستغفر ونصلي على الرسول. هنا كنت قطعت قرن شطيطه، لقيته حراق، خدت منه حته صغيره عشان العيال برضو مش هيرضوا ياكلوا السلطه الحراقه يعني وكده. هنا انا بحط للسلطه ليمون وخل، ما كانش عندي ليمون حطيت نقطه خل وشويه ميه صغيرين وعندي الدقه اللي هي الملح والثوم والشطه وكده، حطيت نطره من الدقه. انا بحب الدقه عن الملح وكده في السلطه، بتخلي لها طعم حته تانية السلطه الصراحه. هنا حطيت نطره من الدقه. بحط الدقه دي في التلاجة عندي على طول، مثلا اجي اشوي سمك وكده، الدقه دي لو انا بشوي سمك على الناشف، فالدقه ده عندي، فما اكون مستعجله فبرش منها وكده. بعمل سلطه برش منها. اعمل برنجان من اللي هو المشوي وكده باخد منه برضه. فهنا بنلم حوالينا كده عشان الرخامه تفضل نظيفه وتبقى حلوه، بالفوطه بتاعتك او قماشه عندك بتاع المطبخ مخصصه للمطبخ، بنمسح الرخام. هنا برضو البطاطس قلبتها كانت احمرت، قلبتها على الجنب التاني. وهنا البيض على النار، حطيت له نقطه ملح وعلى النار برضو بيتسلق، والامور حوالينا نضيفه. هنا البطاطس طلعتها خدت اللون الذهبي الحلو اللي احنا عايزينه. برش على البطاطس بقى رشه ملح، رشه كمون، رشه فلفل اسمر، وبقلب البطاطس في بعضها كده مع بعض مع الدقه وكده. دي دقة البطاطس، في ناس بتحط عليها ملح عادي، يعني كل حاجة بتمشي الصراحة يا بنات، ما نوقفش نفسنا يعني. هنا الفلفل الأسمر حطيته والكمون بس والملح. بقلبها مع بعضها كده بالدقة بتاعتها،
الصراحة الدقة ديت بتخلي البطاطس حلوة جدا. خلصنا كده بالبطاطس، حطها على جنب. هنا البرنجان كنت حمرته برضو، كنت نحطه على جنب. الرز والشعرية غرفته، كنت حمرت البيض خليته خد اللون الذهبي كده احسن من نحطه بيض كده. وهنا السلطة. والفيديو كده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتكومنت منكم حلو.